السلام عليكم، أسعد الله مساكم كل خير. رجعنا لكم من جديد بتغطيات جديدة حصرية نار. اليوم عندنا الكامبر كار من تصاميم مصنع دوحة ستيل المأخوذة من الطابع الاسترالي. تحويل جنس سيارة إلى سيارة تخييم. تشوفون هذا الكامبر الصغير عبارة عن غرفة نوم، حمام عزكم الله، مطبخين، خزانات ماي، خزان صرف صحي، وحدة تحكم، طاقة شمسية، مظلات، والإضافات كلها اللي تحتاجها في التخييم، جنريتر وغيره والأمور نفس هذه كلها. استغلال حق المساحات بصورة جيدة. هذا الكامبر ألمنيوم بالكامل، حجمه 2 في 3 في ارتفاع 135 سنتي. شوف الفينيشنج والتعديلات والمفصلات اللي موجودة عليه. طبعا كل شيء بالتركيب والبراغي والأمور نفس هذه. شوف الديزاين والتصميم المتميزين فيه. تم تطويل الشاصي بناء على طلب العميل، والشاصي طبعا مثبت ببراغي علشان وقت الفك تقدر تفك الشاصي بسهولة الإضافي هذا، وتخلي السيارة مثل ما هي سيارة الشركة. هذه دورة المياه عزكم الله مع التصميم الجديد للدرج. سووا تصميم جديد حق الدرج، وصار الدرج على الداخل بدل ما كان برا موجود. هذه دورة المياه مع التوسعة، بديل الرخام من الداخل، WC النظام الأمريكي، وشطاف حار وبارد، وطبعا الشاور موجود والإضاءة ومخرج الماء. هذا الباب الوسطي تقدر تخليه مرقد، وتقدر تستخدمه مثل أماكن تخزينية حسب احتياجك. طبعا معزول من الداخل صوت وحرارة بالكامل، مع الإضاءات الورم لايت، مع الدرائش الأمريكية الكبار، وتلفزيون متحرك كهربائي، وفي مخرج حق المكيف. أنا بركب له مكيف صحراوي يكون سهل الاستخدام. وفي اللي عندك اللي هي المخارج الكهرباء 220 فولت من كل اتجاه. الصوب الثاني نفس الشيء، عندك اللي هو الباب اللي يفتح على الغرفة. شوف نظام الدراج شلون، تهوية. هذه الغرفة عندك صوبين يمين ويسار، تقدر تسويها جلسة صغيرة حسب احتياجك. هذا نظام التلفزيون، نظام الكهربائي المتحرك بالريموت. الباب الصغير هذا وحدة تحكم بالكهرباء مفصولة بالكامل في الكامبر. سخان الماء 15 لتر، باتري شارج، بطارية حجم 200، والأدابتر وحدة تحكم مع خزان الماء. وفي اللي هو الألارم حق الحريق موجود مع وحدة تحكم مع مراوح تبريد. هذه كلها أماكن تخزينية في نفس البدي من تحت من الشاصي يمين ويسار، معزولة من الداخل. طبعا في بطنه في خزان ماي 300 لتر مع خزان صرف صحي نظام أمريكي اللي هو يجيك 150 لتر. ومن الصوب الثاني عندك نفس أماكن تخزينية، هذه هي، بالإضافة إلى مخرج حق الماي، برشر خارجي، ومغسلة خارجية متحركة، ماي حار وبارد. هذا نظام البرشر الخارجي مع المغسلة الخارجية. شوف شلون هذه تقدر تشيلها وتخليها على راحتك. طبعا ماي حار وبارد موجود، استغلال حق المساحات وأفكار جديدة. وقت الحاجة تقدر تشيلها على طول وتخزنها، سهولة التخزين والفك والتركيب. نظام الجنريتر اللي هو السوبر سايلنت حسب الطلب، والسبير كله يجيك متحرك اللي هو سبير، وقاعدة الجنريتر متحركين. السبير والجنريتر قواعد متحركة، استغلال حق المساحات. الباب الخلفي بيكون عبارة عن مطبخين. شوف يا عزيزي واستمتع، شوف المطبخ، شوف شغل مرتب. هذه كلها أدرج تخزينية حق المطبخ، ورف علوي، والثلاجة على الطاقة الشمسية. يا سلام، ديزاين مختلف عن كل مرة. ودرج خاص حق سلندر الغاز مع القاعدة مع التمديدات طبعا حق اللي هو الكامبر بالكامل. شوف الباب اللي فوق يسفر لك بالإضاءة، في نفس الوقت ساتر عن الشمس وعن المطر والأمور هذه. هذا مخرج حق الغاز إذا عندك شولة خارجية كبيرة حق ذبايح حق الأمور هذه، وفي نفس الوقت عندك مخرج حق الماء برشر. وهني عندك باقي المطبخ موجود بالداخل. هذا مطبخ بالكامل مع طاولة الخدمات. شوف طاولة الخدمات ايش كبر،
طاولة سفرة. عندك الشولة 4 عيون مع المغسلة، النظام كله بالألمنيوم. وفوق طبعا عندك سلة تحط أغراض التخييم مع عرشة يمين ويسار حق جلسة جانبية، كشافات الأمريكية. عندك اللي هو مخارج الليتات أو اليو اس بي، المولي طبعا في كل مكان، يعني استغلال حق المساحات من كل شيء. يعني سيارة تخييم خفيفة، هذا يتميز فيه عندهم اللي هو الألمنيوم الخفيف، شيء خفيف استخدام يومي، تقدر تسافر عليها، تقدر تروح اللي هي الأماكن الوعرة بكل سهولة. جينا عند الشيء المهم اللي هو السعر. الأسعار عندهم تبدأ في مصنع دوحة ستيل من 47,000 ريال وتزيد حسب الإضافات المطلوبة. هذا اللي صورته بالتعديلات اللي عليه، كلفت تقريبا 67,000 ريال. طبعا كل واحد حسب احتياجه من الإضافات.